النهارده هنتكلم عن البيلينج او التقشير. معاكم دكتور سعاد من عيادات ديرما ألين. اول حاجه البيلينج هو مش مجرد ان احنا بنشيل سكين لايرز ونبدلها بسكين لايرز جديده، او ازاحه طبقات خلويه ونبدلها بطبقات خلويه جديده. لا، هو الموضوع اكبر من كده. التقشير مش بس ان احنا بنشيل طبقه جلد، احنا بيحسن المسام. احنا لو حد عنده اكني سكار بيحسنها بالتقشير، بيقلل الفاين رينكلز وبيشد الوش وبيخلي الوش يبان شكله اصغر. البيلينج انواع، في كيميكال بيل، في كولد بيل، وفي ميكسد بيل. على حسب كل حاله وحالتها ايه وهنعالجها ازاي بالبيلينج، احنا بنحدد نوع البيلينج اللي هنشتغل بيه. التقشير بيعالج مشكله موجوده عندك في البشره. ما ينفعش تكون انت البشره بتاعتك سكين تايب 3 او 4 وتيجي تقولي انا عايزه ابقى افتح من لوني. لا، انت لو عندك مشكله في البشره احنا بنعالجها وبنرجعها لونها الطبيعي اللي انت خلقتي بيه. انت عندك مشكله في البشره، في غمقان، في اي مشكله في البشره، عندك فرحك قرب وعايزه تيجي تعملي تقشير، او عندك مناسبه وعايزه تيجي تعملي تقشير، ما ينفعش تيجي قبل المناسبه باسبوع ولا اسبوعين انا عايزه اقشر يا دكتور وعايزه بشرتي ترجع لطبيعتها. انت لازم نعمل تاهيل للجلد او برايمنج قبل السيشن باسبوعين او 3 عشان ناخد نتائج افضل، نقلل الريسك الكومبليكيشن بتاعت البيلينج واهمهم البي اي اس. بعد التاهيل لمده اسبوعين او 3 اسابيع حضرتك بتيجي تعملي التقشير. احنا بعد ما بنقشر بنمشيكي على افتر كير بعد التقشير. بعدها بشهر بتيجي تاني نبص على المنطقه محتاجه تقشري تاني او لا، على حسب المشكله اللي كانت عندك كانت ايه. لو حضرتك غامقه اكتر من درجه هنحتاج طبيعي اكتر من سيشن عشان نضمن نتائج افضل. لو محتاجين تعرفوا معلومات اكتر عن الجلديه والتجميل والليزر تابعوا صفحات ديرما.